يا جماعة، في سؤال كلنا بنسأله لنفسنا بعد أي علاقة فاشلة. ليه دايما بقع في نفس النوع؟ ليه بختار نفس الشخص بنفس العيوب وبنفس النهاية؟ النهاردة هنتكلم عن علم نفس العلاقات، وهنفهم ليه مخك بيخليك تكرر نفس الأخطاء حتى لو انت شايفها واخد بالك منها. دماغك بيفكر ازاي في العلاقات؟ قبل ما نجاوب على ليه بتتكرر، لازم نفهم ان دماغ الإنسان مش منطقي لكنه معتاد. الدماغ بيميل دايما للحاجات المعروفة حتى لو مؤذية. العقل دايما بيختار المألوف مش الأفضل. لو تربيت أو اتعودت على نوع معين من التعامل، دماغك هيشوفه طبيعي حتى لو مؤذي. مخك شايفه أمان لأنه عارفه. مثال: زي اللي اتعود على صوت عالي في البيت، لما يرتبط بحد صوته هادي جدا يشعر بعدم ارتياح. نظرية التعلق، التاشمنت ثيوري، ببساطة دي من أهم النظريات اللي بتفصل لك وانت مش واخد بالك. في 3 أنواع رئيسية للتعلق. تعلق آمن اللي بيسميه سكيور، شخص اتربى في بيئة مستقرة، يعرف يحب ويطلب احتياجاته، ده قليل ومش اللي أغلبنا عليه. تاني حاجة تعلق متجنب اللي هو avoidant، يبعد أول ما العلاقة تقرب، يخاف يبان ضعيف، يظهر قوي بس جواه خوف من الارتباط. تالت حاجة تعلق متعلق أو القلق، متعلق زيادة، يخاف يتساب، يتنازل بسهولة، محتاج تأكد مستمر. الصادم النوعين دول، المتعلق والمتجنب، دايما بينجذبوا لبعض، وبتتحول العلاقة لساحة صراع، واحد بيجري والتاني بيهرب. طيب ليه بنكرر نفس الشخص؟ أول حاجة لأنك بتدور على نسخة من الماضي. لو اتربيت في بيت مثلا مفهوش اهتمام، نقد، تجاهل، حب مش ثابت، فممكن ترتبط بحد يعاملك نفس المعاملة، مش لأنك بتحب الألم، لكن لأن دماغك بيقولك ده إحساس أنا أعرفه كويس. تاني حاجة لأنك بتحاول تصلح جرح قديم. العقل بيحاول يصلح نفس الجرح لكن مع ناس غلط. مثال: لو كان في طفولتك حد مهم في حياتك لكن بيبعد عنك، هتلاقي نفسك بتختار شخص في علاقتك يعمل نفس الحركة، كأنك بتحاول تصلح الماضي عن طريق الحاضر. تالت حاجة لأنك فاكر إنك تقدر تغير الشخص الغلط. العقل يكره الاعتراف بالخطأ، فلما تقع في علاقة شبه اللي فاتت، مخك يقولك لا، المرة دي هعرف أغيره، المرة دي أنا هكون أقوى، ونفس النهاية تتكرر. رابع حاجة لأن الحدود عندك مش واضحة. لما توافق على اللي مش مناسبك، تسكت على الإهانة، تخاف تقول لا، تدي فرصة أكتر، يبدأ الشخص التاني يشوف إن ده عادي، وده يخليك تجذب نفس النوع من العلاقات طول الوقت. خامس حاجة لأنك بتختار بعاطفتك مش بقيمك. العاطفة بتقولك أنا مش مشتاق، أنا لوحدي، أنا حد يملى عليا الفراغ. لكن القيم تقولك أنا عايز شخص يحترمني، يقدرني ويخاف علي. ولما تختار بعاطفتك، الأسباب المنطقية تبقى آخر حاجة تفكر فيها. طيب ايه علامات انك بتكرر نفس الاخطاء؟ لو دايما بتتعلق بحد بسرعة، لو النهايات دايما نفس السيناريو، لو بتحس انك انت اللي بتدي اكتر، لو دايما بتحاول تصلح الشخص، لو بتسامح اكتر من اللازم، لو بتحس بالوحدة حتى وانت في علاقة، لو علامة واحدة من دول بتحصل معاك، يبقى لازم تقف وتراجع نفسك. طب ازاي توقف الحلقة دي؟ بالحلول العملية. أول حاجة اعرف نوع تعلقك. لو فهمت نفسك هتختار صح. ابحث عن أنواع التعلق وابدأ تحدد انت أنهي نوع. تاني حاجة احترم الإشارات الحمراء اللي بيسموها ريد فلاجز. لو حد بيقلل منك، بيتجاهلك، بيوجعلك بالكلام، بيهرب من المواجهة، دي مش تفاصيل صغيرة، دي بداية النهاية. اسأل نفسك سؤال واحد قبل أي علاقة: الشخص ده بيشبه مين في الماضي؟ لو الإجابة حد وجعك قبل كده، يبقى ارجع فورا خطوة لورا. رابع حاجة اتعلم تقول لأ. لا مش قلة أدب، لا لحماية نفسك. خامس حاجة اشتغل على حبك لنفسك، لأن الشخص اللي بيحب نفسه ما بيستناش كسرة من حد، ما بيقبلش علاقة نص نص، ما بيبررش أي إهمال. وفي النهاية
احنا مش بنكرر نفس الأخطاء لأننا أغبياء، احنا بنكررها لأن العقل بيدور على أي حاجة تعود عليها، مش على اللي بيفيدنا. أول ما تفهم نفسك هتعرف تختار صح، وهتلاقي إن العلاقات مش صعبة، الصعب إنك تواجه الحقيقة.